إذا اشتريت حذاء واتضح لك أنه ضيق في مكان ما، فهذه الحيلة سوف تساعدك. أرجو أن تتبعوا المراحل معي. هنا كما أريكم وجدت أن الحذاء ضيق في هذه الأماكن، في هذه الأطراف من الأمام. إذن سنرى المراحل مع بعض ونحل هذه المشكلة، فاتبعوا المراحل معي. إذا أولا سوف نرتدي جوارب تكون غليظة نوعا ما أو جوربين كما تريدون. المهم أن تكون الجوارب غليظة نتمكن من إدخالها في الحذاء. إذا هنا سنلبس الحذاء وندخل جيدا الرجل في الحذاء. إذا الحيلة أن نأخذ مجفف الشعر. هذا مجفف الشعر نضعه على الساخن ونوزع الحرارة على الجلد في الأماكن الضيقة كما ترون. إذا نوزع الحرارة. أريكم بدون صوت المجفف نأخذه وهكذا نفعل فوق الحذاء هكذا في الأماكن التي هي ضيقة حتى نحس أن الجلد قد تمدد هكذا. ولهذا قلت لكم أن نرتدي جوارب تكون غليظة لكي لا نتأثر بحرارة المجفف. ومع توزيع الحرارة فوق الحذاء لا ننسى تحريك الأصابع لتساعدنا على تمديد الجلد. نحرك جيدا الأصابع ثم نحاول أن نمشي به وهو دافئ هكذا. نحاول أن نمشي به وممكن إعادة المحاولة حتى نتحصل على النتيجة المرغوب فيها. وكطريقة أخرى ممكن وضع في الحذاء قارورات من الماء كما ترون، قارورات صغيرة مثل هذه ندخلها جيدا في الحذاء حتى نتحصل على نتيجة أفضل. إذن كما ترون هكذا ندخلهم جيدا. هنا كما ترون أدخلت القارورتين وسأترك الحذاء هكذا حتى هكذا. ثم بواسطة المجفف سوف نحاول أن نسخن هذا المكان ليتمدد ونتركهم حتى 24 ساعة ونرى النتيجة. إذا ليس عندكم مجفف نتركهم ونرى كل مرة حتى يتمدد الجلد. إذا هكذا بعد مضي 24 ساعة أرتدي الحذاء لأرى النتيجة. وجدتها أن الحذاء أفضل بكثير مما كان والنتيجة مرضية جدا لي. أتمنى أن تعجبكم الحيلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.